الأستاذ قويدر محمد المتقاعد، الواعظ الديني في مساجد هذه البلدة المباركة. أما عن تأسيس هذا المسجد المبارك، المسجد العتيق، فكان بفتوى من الإمام الشيخ عبد الحميد بن باديس عليه رحمة الله، وأسس هذا المسجد في آخر الثلاثينات 39، وتم بناؤه سنة 40. نعم، تم بناؤه ولله الحمد. وتعاقب عليه أئمة كثيرون عليهم رحمة الله، منهم سي محمد مهمل رحمه الله، ومنهم الشيخ المبروك خلفي رحمه الله، ومنهم الوالد الشيخ رابح رحمه الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أصبح فيه الشيخ خالد رحمة قيما، والشيخ عمر قويدر مؤذنا لا زال يرزق. وكان الشيخ الذي يحدثكم واعظا دينيا خلال التسعينات متطوعا إلى حد اليوم، والآن يؤم هذا المسجد الشيخ بجاوي محمد شكيب لحد الساعة ولله الحمد، وفقه الله. أهلا وسهلا بكم إن كنتم سائلين. أما هذه الأعمدة الرخامية فقد جيء بها من أولاد جلال عن طريق شاحنة مسعود خرفالله رحمه الله. شيخنا وش من سنة؟ نعم، من سنة يعني 39 و40. هو استمر بناؤه حوالي 2 فقط، وستجدون لك. طيب، أما مادة البناء فهي الحجارة البلدية، الحجارة التقليدية، حجارة البلد، والجير الذي قام نعم، والجير الذي بنيت به الجدران والأقواس فهو من صنع محلي قام به رجال رحمهم الله. نعم. وكان سقفه مثل هذا بالخشب هذا وجريد النخل، وقد مر عليه ما يفوق 70 سنة، إلا في هذه السنة فقد أزيل جريد النخل واستبدل الخشب بخشب جديدة كما ترون، وهكذا. الأقواس بقيت على حالها، والأعمدة على حالها، والجدران على حالها. ونقول رحمهم الله شارك في بناء أو إقامة هذه الأقواس وهذه الجدران الشيخ رحمه الله الشريف زقاد، والشيخ الرحماني كما يقال الويوة، ما شاء الله. أما المنارة فقد بناها رجل صوفي يقال له عبد الله الصوفي، والذي أقام هذه المنارة، وهي إلى الآن لا زالت قائمة على أصولها ولم يغير فيها شيء ولله الحمد، مبنية بالجير المحلي والحجارة المحلية ولله الحمد. المنبر قديم لن يصيبه لا عطب ولا تغيير، وستجدون تاريخه تعالى. المنبر محراب على حاله كما ترون، إلا بعض الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله الصادق الأمين. 1360 هجري، 1360 هجري. هذا الزمن الذي تم فيه البناء المسجدي ووضع هذا المنبر في هذا المكان، 1360 هجري.